الولد ده هيجنن، الولد ده الولد ده العسل ده، الولد ده العسل ده حرف السين وبلغ الجميل. خلاص يومي بس الاحتفال بدأ مع بعض. الليلة لحقنا وبكرة الدخلة مع الصباحية، ربيع عريسنا وجمعتي هنا انت وهي. الليلة لحقنا وبكرة الدخلة مع الصباحية، ربيع ولا الطيبين معاكم ولا ايدينا تحت التاجلات صغير نور علينا. اي والله نور علينا. بالساده الضيوف وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والاستاذ ناصر عواد، استاذ سمير ابو سمره. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. باسم المنسق العام لمحافظة الإسماعيلية المستشار عيد البحيري والأستاذ أمير محمد الورواري، يرحبون بنخبة من ألمع الضيوف الموجودة في القرية الأولمبية في البطولة الدولية بالإسماعيلية مدينة السحر والجمال. ترحيبا بالسادة الضيوف على لسان معالي المستشار عيد البحيري والأستاذ أمير الورواري، فإني أرى نخبة من السادة الضيوف أقل ما نقول عنهم كما قال الشاعر: سألوا الأولى ما أفضل الترياق لجميع ما نشكو على الإطلاق. قالوا الكلام قليله وكثيره متعلق بمكارم الأخلاق، فلا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج من ربه بخلاق. فإذا أعطيت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. نرحب بسيادة النائبة داليا سعد، نرحب بالدكتورة ندى محمد عباس، ترحيبا بالدكتور محمد الظواهري، سيادة القبطان محمد سعد، معالي الدكتور إبراهيم محمد. نشكر اللجنة المنظمة، المدير التنفيذي على مستوى الإسماعيلية الأستاذ أحمد محمد عدسة، الأستاذ زياد المغربي، الأستاذ كريم، وكل لجنة التنظيم بنرحب بيهم جميعا، وبنشكر حضراتكم على وجودكم معنا في اليوم الرياضي للبطولة الدولية بالإسماعيلية بالقرية الأولمبية برعاية المدير التنفيذي لشركة كي اس معالي المستشار عيد البحيري. السيدة المنصة الكريمة، أهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا في الحفل الختامي لتكريم أبطال بطولة الإسماعيلية الدولية بالقرية الأولمبية. السادة الحضور الكرام، أبنائنا، لا يكرم المرء في داره. واحد من الناس كان نفسي اسمع كلمة معالي المستشار عيد البحيري، ولكن المنصة الكريمة كلها ضيوفه وهو لازم هو يرحب بيهم بنفسه. بس انا اشوف حضرتك هتدي الكلمة لمين ويقول ايه تعليقه على البطولة، وهو شايف ايه من خلال البطولة دي، ورأيه ايه في العمل اللي قامت بيه شركة كي اس ايه وكيان. شوف حضرتك هتدي الكلمة لمين عشان نستفيد من خبراته وكل النخبة الموجودة المحترمة دي. خلاص، وانا بأيد حضرتك برضو معالي النائبة داليا سعد تتفضل بالكلمة، نحييها لو سمحتوا. مساء الخير
على حضراتكم جميعا. الحقيقه النهارده يمكن يوم احتفالي اكتر من انه يوم مؤتمر او ندوات، فاللي هو مش يعني اللي هو براحتك، هو يوم خفيف لذيذ كده. الحقيقه ان احنا سعداء جدا النهارده بوجودنا معاكم. طبعا بشكر عن اللجنه المنظمه الاهتمام بالكوره وبالنشء ان احنا نستكشف المواهب. الحقيقه دي حاجه مهمه جدا جدا. بشكر طبعا من اسم مش فارقه بشكركم. احنا شفنا مجهود رائع في مده قصيره. الحقيقه يعني انا فرحانه جدا جدا باللي انا شفته النهارده. محتاجين ان احنا نعمل ترويج جامد قوي للقريه الاولمبيه، وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق. احنا جايين طبعا نحتفل بيكم ونبارك لكم. البطوله شكلها كده كانت رائعه، يعني هي فاتتني بس انا جايه في الختام فختامها مسك. بشكركم وفرحانه جدا باللي انا شايفاه ده، وكل التوفيق والنجاح ان شاء الله والسداد ليكم. شكرا لحضرتك. شكرا جدا يا استاذ. الكلمة الآن لمعالي الدكتور محمد الزوار. ويمكن كمان وجود حدث زي دوت بيقام في الإسماعيلية، وهي من ضمن المدن اللي مشهود ليها في مجال الرياضة وخصوصا كرة القدم، واللي يمكن شهادتنا فيها تبقى مجروحة. وبجد لما شفت كم كبير من المشاركات ووجود أكاديميات وفي ففعلا ده يؤكد إن مصر لن تنهض إلا بشبابها، وان الشباب هو اللي عنده الفكر اللي يقدر يعمل للدوله النقله الحقيقيه اللي احنا بنحث عليها. فانا لن اطيل وهاخد برضو من كلام معالي النائبه ان احنا النهارده جايين عشان نقضي امسيه احتفاليه نتوج فيها العمل القوي اللي قام بيه شبابنا النهارده، واكد قد ايه ان هم فعلا الاحق بان هم يقودوا الدوله في المرحله القادمه بشباب وسواعدهم القويه. فشكرا لكم على حضوركم، وشكرا لكم على مشاركتكم ودوركم الفعال، وشكرا على اتاحه الكلمه ان انا اكون معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله. إلى كرة القدم دائما نشتاق، وللرياضة بالأعناق. المخرج المحترم بسام بوشناق، ارفع الجودة وعلي الإحساس. والكلمة الآن للدكتورة ندى محمد عباس. الله الله وعد الله شويش، وعد الله شويش. طبعا انا النهارده بشكركم جدا على تواجدكم معانا النهارده في كيان الرياضه الحدوديه، وبشكر دكتور وليد ان هو اتاح ليا ان انا امثل الامانه المركزيه هنا في اسماعيليه. وطبعا بشكر شركه كي اس على الضيافه الرائعه، وبشكر امين اسماعيليه لانه من اقوى الامناء الموجودين في كيان رواد الحدوديه ومجهوده فوق الرائع. وبشكر شباب اسماعيليه الرائع على المجهود الجبار اللي هم بذلوه في عمليه الاعداد لهذه البطوله. وشكرا لكم جدا، وفخوره ان انا موجوده باسم الكيان وباسم المركزيه. واتمنى ان احنا دايما نبقى قد المسؤوليه اللي انتوا حاطينها علينا، ونكون دايما كيان رواد الحدوديه في نجاح دائم. وبشكر طبعا الفريق، وبشكر كل الناس اللي موجوده معانا، والناس اللي عملت تنظيم للكيان وعملت تنظيم للبطوله، ومنظمين البطوله وحكام البطوله كلهم. وطبعا احنا موجودين عشان ندعم شبابنا، وموجودين علشان ندعم شباب رواد الحدوديه، واتمنى لكم النجاح دايما. وطبعا انا هاخد من اسم الدكتوره طبعا ودكتور الظواهري، لان انا هقول ان احنا موجودين النهارده في احتفاليه وشيء رائع. وبشكر كل الناس اللي معانا على المنصه، وبشكر الدكتور وبشكر باشمهندس على حضورهم معانا. فانا سعيده جدا، واتمنى لكم دايما من نجاح لنجاح ومن ايفنت لايفنت. وبشكر الدكاتره الموجودين معانا دايما وبيدعموا الكيان. فاتمنى ان ما يكونش اول ايفنت يكون اخر ايفنت. اتمنى ان ايفنتات كتيره دايما موجودين وظاهرين، واتمنى النجاح دايما للاسماعيليه. وشكرا ليكم. شكرا معالي الدكتورة ندى محمد عباس. أدعم الرياضة دائما، أو أدعم الرياضة دائما ومعروف خط سيري. والكلام اللي هتسمعه مني واللي هعمله محدش هيعمله غيري. لو عارفين الكلمة دلوقتي لمين هنقول المستشار عيد البحيري. المستشار عيد البحيري مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا، اعذروني ان انا صوتي رايح، بس له اسباب يعني. اولا كل الشكر للساده زملائي على المنصه، كل الناس اللي تعبت جدا عشان تبقى
مريحه شبابنا او بتعمل حاجه عشان مستقبل شبابنا. معالي النائبه دكتوره ندى، الدكاتره والاساتذه المحترمين، الاستاذ امير. لكن انا هوجه شكر في الاول خالص للقريه الاولمبيه. نيجي للجزء الثاني، كيان رواد المحافظات الحدوديه كأس بتعمل بطولات من 7 سنين. الحمد لله البطولات مختلفة، لأن احنا بنعمل حاجة شوية مختلفة عن الناس. ايه؟ إن احنا بنجمع الولاد في معسكرات يحسوا بيها زي اللاعب الأجنبي. فلما اللاعب بتاعنا يقدر يحترف في وقت من الأوقات، فبالتالي لما يطلع صح، فما يرجعش لينا تاني. فإن شاء الله بإذن الله نكون ربنا يكلل لنا ده بالنجاح. احنا عملنا في 3 أيام هسميه إنجاز. الدكتوره ندى والناس كانوا موجودين معانا في المؤتمر الصحفي من اسبوع، والزملاء في الاعلام، وقلنا ان شاء الله ممكن نقدر نستقبل 16 فريق. احنا بفضل ربنا في 3 ايام استقبلنا 26 فريق، استقبلنا 462 لاعب، عملنا 52 مباراه 3 ايام. طقم العمل كان بيشتغل من 8 صباحا ل 11 بالليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عايز اشكر مستشار عيد على تنظيم البطوله بصراحه المحترم، ما قصرش في اي حاجه. كل الشكر للمعلق الكبير وكابتن شكري كان قبليه، والمخرج ولجنه الحكام ولجنه التنظيم كلهم. ان احنا موجودين عشان الولاد، بنشتغل عشان نطلع حاجه كويسه. بشكر كل الناس اللي تواجدت، وهسيب الكباتن اللي فازوا معانا بالبطوله بعد مجهود وشاركونا حاجه يقولوا شعورهم وانطباعهم عن هذا. وان شاء الله هنبدا بكابتن احمد فكري رئيس قطاع نادي البلديه اسماعيليه. اتفضل يا كابتن احمد. جميعا بشكر سياده المستشار عيد البحيري على الدعوه الكريمه للبطوله السنه دي. نادي البلديه مشارك باكثر من محفل مع المستشار عيد البحيري. بشكر اداره النادي كابتن عماد فتحي اللي دايما معانا في كل احتفاليه، والحمد لله خدنا البطوله النهارده في 2009. بشكر كل منظمين البطوله، بشكر رواد قيادة المحافظات، بشكر حساسات الحضور وعلى الترحيب الكبير والتنظيم الجميل اللي احنا شفناه. كابتن احمد سيف. اول حاجه انا بشكر كل الناس اللي اشتغلت على المشروع ده، لان دي بصراحه حاجه جديده جدا في اسماعيليه، ان احنا نشوف المنظر ده كله في وقت زي ده في القريه الاولمبيه. دي طبعا حاجه جديده جدا ما حصلتش في اسماعيليه. احنا في وقتنا دلوقتي في 4 لاعبين بيختبروا في ميكر، وحاليا هم نزلوا زي ميكر، وغيرهم في لعيبه ثانيه احنا شفناها. ان شاء الله نقدر نساعدهم ويروحوا مكان كويس. شكرا ليكم جميعا. مهما يكن المكان بعيد، طبعا سينا في القلب، ارض البطولات، مع المدير الفني لفريق الفيروز الكابتن عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه سعيده عليكم جميعا ان شاء الله. طبعا اشكر القيمه والقامه الموجوده هنا كوكبه اللي قدمت لنا بطوله بنفتخر بيها، بنسعد بيها. لمت الشباب من كل الاعمار، من كل الاطياف، من كل المحافظات، فعلا تليق بالشركه المحترمه المنظمه للبطوله. شفنا 3 ايام حاجه روعه، تنظيم على اعلى مستوى. فعلا احنا فخورين بهذه البطوله. سينا فعلا ارض البطولات. بنشكركم جدا على وجودكم وتشريفكم والمسافه الكبيره اللي قطعتوها، ده جهد مشكور. وان تاتي متاخرا خير من الا تاتي، ولكن تاتي متاخرا وتاتي بقوه، ده فعلا الشيء المميز. نستمع لكلمه المدير الفني لفريق اورنج عمرو عبد الفتاح. حياتي طبعا الناس كلها الموجوده والكباتن المحترمه، وبشكر طبعا فريق محترم فريق اورنج، فريق بقياده موسى محمد زيدان، كابتن حسين سويلة وكابتن سعيد والناس المحترمه كلها. متألق اللي كان ليه فعلا دور كبير جدا في التنظيم، وكان دايما مساند لكل الفرق. المدير الفني لفريق تلم كابتن كريم. اتفضل يا أنا بشكر كل الحضور الكريم. طبعا النهارده رسمنا لوحه بنادي اورنج، طبعا اللي كانوا اضافه لينا شركه KS
اللي تحت قياده معالي المستشار عيد البحيري. وطبعا كانت في اضافات قويه زي معالي النائبه والدكتوره والمجلس الكريم. البطوله السنه دي مختلفه جدا عشان كان فيها اضافات قويه. جهد طيب بذل فعلا من كابتن كريم، بنشكرك جدا. والجندي المجهول للبطوله اللي كان شايل حمل الجداول والترتيبات، وان هو فعلا موجود مع كل الفرق وكان داعم لكل الفرق. المدير الفني لفريق الساحل اللي مشرفنا من سينا كابتن عزت، اتفضل. الحضور ونشكر كل الناس واللعيبه واللجنه بتاعت البطوله. بصراحه حاجه مشرفه جدا عن نفسنا كالساحل جنوب سيناء. تمام. كابتن عطيه حميد مدير الاكاديميه، وكابتن سيد حبيب نائب الاكاديميه، كابتن محمد وجدي. شكرا لكم جميعا. ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في اول بطوله جايه باذن الله. احنا هنسمع الكلمه من الكابتن عماد فتحي رئيس مجلس اداره نادي بلديه الاسماعيليه. السلام عليكم. طبعا انا مش جديد على الاستاذ المستشار عيد البحيري. انا يمكن ثالث مره كده اشارك في البطوله دي. طبعا البطوله السنه دي عشان في اسماعيليه مختلفه جدا وجميله جدا. طبعا انا بحب اشكره، بحب اشكر اللجنه المنظمه على الاداء الجميل دوت، واحب اشكر طبعا فرقتي. كان في مهارات وكان في فنيات وكان في تصويبات زي الرعد. والنهارده المستشار عيد البحيري معانا على الوعد، بس مش هينفع نختم الاحتفاليه من غير كلمه القبطان محمد سعد. وكل من هو قبطان دائما كلمته لا بالطويل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. اولا طبعا الواحد طبعا مبسوط جدا ان هو يعني قاعد مع براعم جميله زي الفل. هتشرف جمهوريه مصر العربيه، وكل تقدير وتحيه لكل من ساهم في هذا الاحتفاليه. شكرا جزيلا، وكل سنه وحضراتكم طيبين بخير وسعاده ان شاء الله. والكلمه الختاميه للمنصه الكريمه كلمه الدكتور ابراهيم يتفضل. بعتبر النهارده عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد رمضان وعيد القامه والقامات اللي موجوده، وعلى راسها السياده النائبه داليا سعد اللي شرفتنا وكرمتنا في المنصه الجميله وكل القامات اللي موجوده. وكل سنه وانتم طيبين. الساده الافاضل، الساده المستمعين، ابتسم انت في مدينه الاسماعيليه، مدينه السحر والجمال. وما دمت في الاسماعيليه فلا بد أن تستمع إلى أنغام السمسمية حتى تستعد اللجنة الفنية لتقسيم الدروع والجوائز المقدمة للفرق الفائزة في البطولة الدولية بمحافظة الإسماعيلية إلى أنغام السمسمية.
طبعا احنا بنبارك لكل الفرق اللي مشاركه، كل فريق شارك هو بالنسبه لنا كان اضافه. بنبارك لكل الفرق اللي فازت. بصوا هنا تمام يا كباتن. شكرا فريق الهلالي. والفائز ببطولة 2014 فريق تركي أكاديمي. بصوا هنا شكرا فريق تركي أكاديمي. الفائز في بطولة 2013 فريق الساحل جنوب سيناء. شكرا فريق الساحل اللي عامل شغل عالي ودايما متألق. كابتن احمد فكري ومواليد 2009 بلدية الاسماعيلية. 2007 الفيروز كل اعتزازي وتقديري البحيري سنة 2008 فريق سنة كل التقدير والامتنان للدكتور والقبطان. شكر حار ومن غير معيار معالي المستشار. الساحل 2011 جنوب سيناء. طبعا كل الشكر لدكتور العلاج الطبيعي الدكتور سيد عيد اللي موجود معانا دلوقتي، دكتور اسكندريه. دكتور سيد يبقى موجود شغال على الفرقتين، هيبقى لسه خارج من اصابه هنا يطلع على اصابه هنا. والله بنخلص ماتشات الاقيه عمال يقول لي انا رايح اجيب عشان يبقى معايا كذا ومعايا باقي كذا. والله بيخاف على كل ولد كانه ابنه. انا بشكره، هو بيجي من سينا مخصوص، راح العالمين معانا، كان في القاهره معانا، ما بيسيبش حاجه. فربنا يبارك له ودايما يا رب كده منور كده. شكرا.